احنا هنا هنجهز بقى للسردين. هنعمل سردين صينيه، فاحنا هنجهز له الفلفل والليمون والثوم. طبعا هندقه. وهنا في ملح وكمون، معلقه كمون. لسه الكزبره بقى هجيبها عشان لسه عايزه تتضرب لان أنا عندي خشنه. هنا الطماطم. طبعا احنا يعني تقريبا السردين ممكن كيلو، حاجه زي كده يعني، او اقل حاجه بسيطه. فاحنا بناخد كميه الطماطم المناسبه. احنا طبعا لسه هغسلها واشيل الحاجات بتاعتها دي، وبنبدا نفرمها. بس انا ايه، هنفرم معاها الفلفل والثوم، ونحط الملح والكمون معاها، ونعصر عليها ليمون، وهنزود عصير بقى على صينيه السردين بعد ما ايه اجيبها اوريهولكم. بس انا قلت اوريكم الحاجات اللي هنعملها قبل ما تتفرم، لان هفرمها عشان الصوت بس، والصوت وكده بتاع الخلاط. السردين ادي اهوت يا جماعه، لسه جاي الحقيقه من يعني جايبينه من السوق يعني صابح. هو كان على الراجل صالح فعجبنا. طبعا في كبير وفي صغير كله. وهنا عملنا عصير الطماطم بالثوم، حطينا عليها الثوم والفلفل وكمون وكده، خلطناهم مع بعضهم. طبعا لسه هحط عصير الليمون، هنحطه لها بقى بعد ما نخلص يعني. بس احنا ايه، انا جهزت الحاجات دي الاول عشان ايه ابدا انضف السردين، لان هو لسه مش منضف اهو. طبعا احجامه مختلفه. هنبدا ايه، نفتحه الاول ننضفه كويس، وبعد كده ايه نحطه في الصينيه، وبعد كده نرجع لكم نحط عليه بقى التتبيله والخلطه بتاعته، ونشوف هنعمل جنبه رز ابيض ولا رز صياديه حسب ما احنا عايزين. ورجعت لكم تاني. احنا هنا خلصنا السردين اهو ورصيناه نضفناه. فبنفتحه كويس، شايفين منضف. انا بسيب بس الراس من بره كده، يمكن بنضفها من جوه ديت. كله متنضف يا جماعه. الكبير حطيناه تحت والصغير حطيناه فوق، كله متنضف اهو مفتوح. عشان في ناس بتفتكر ان الصغير دوت المفروض بيتاكل كده، لا احنا كله بيتنضف اهوت. بس احنا رصين ايه الكبير تحت وحطينا الصغير على فوق. وهنبدا ايه، عندنا هنا فلفل حامي بنحطه طبعا عليه كده. طبعا احنا حاطين برده في الطماطم، بس احنا ايه يعني بنحب نحطه زياده يبقى بيدي طعم حلو. وهنا هنعصر عليه الليمون، طبعا بيحب الليمون. انا عصر على الطماطم ليمون، لان كان انا بيبقى عندي برده خلطه السمك دي، ببقى عاملاها في البرطمان، بحط لها بزياده عندي. ونبدا ايه عشان البذر الليمون احنا بنحاول نزود دايما يا جماعه عليه، لان هو السردين بالذات بيحب الليمون. انا حاطه جزء على الطماطم، وقلت ايه احط كمان ايه ازود تاني على في الصينيه تاني. احنا هنا بقى هنبدا نجيب الطماطم. طبعا قلت لكم عليها كمون، وفيها الثوم، وفيها عصير ليمون، وفيها فلفل اخضر واحمر برضه نفس دول عشان يدوها طعم حلو كده. وهنحط بقى ايه زيت على الوش عشان يبدا يستوي كويس. نجيب لها الزيت، نجيب معلقتين عشان بس ما يديليش كله. لو احط حبه هنا لحظه كده، احط حبه هنا احسن عشان ما ينزلش كميه كبيره زياده عن اللزوم فيه. مش فاهمه ايه، طبعا في طماطم. احط الزيت كده. طبعا انا عصير الطماطم هنا مزوداه، بيبقى حلو، بيخلي طعم السردين حلو، لانه برضو ايه مش حبه صغيرين يعني، هو كميه معقوله. احنا بقى كده هنحطها على النار تستوي، ولما تخلص هرجع لكم. رجعت لكم تاني. احنا هنا كده السردين اهوت لسه يعني الطماطم بتاعته بدات تشربها. فاضل كده يعني قول 10 دقايق او 5 دقايق بالظبط يبدا يتشرب خالص الطماطم. بعد كده نبدا نحطه في الفرن عشان تحت الشوايه شويه يعني 5 دقايق ولا حاجه تحت الشوايه عشان يبدا ينشف الوش بتاعه. وهنعمل معاه رز ابيض. قلت لكم تاني احنا كده هنا السردين خلص وحطيناه تحت الشوايه لو انتوا شايفين اهو. بس لسه الحقيقه الرز ما خلصش. انا عامله رز ابيض، مش هعمل رز ببصل، هعمل رز ابيض جنبه. ممكن اول لما يستوي بقى ممكن اصوره لكم في الصوره، لكن هو حاليا هو رز ابيض عادي. هنا احنا كده حطيناها تحت الشوايه.
لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا.